السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم المفضلة، قناة ملعب السحر. تم سداد غرامة كهرباء بمليون و400 ألف دولار بالقيمة المصرية بالجنيه المصري بسعر الدولار في البنك المركزي 31 جنيه، أي بما يعادل 76 مليون دولار مصري. أخيرا خلصنا من حكاية كهرباء والزمالك لمدة 5 سنين بعد تفاهم بين إدارة نادي الزمالك وإدارة نادي الأهلي. تم حل مشكلة كهرباء ودفع الغرامة المالية وقدرها 76 مليون جنيه مصري. الخبر الثاني معانا النهاردة إن مباراة الأهلي والزمالك القادمة حكم أجنبي وليس حكم مصري برعاية تركي آل الشيخ. النهارده إن شاء الله لقاء الأهلي ويانج أفريكان في دوري أبطال أفريقيا المجموعة الرابعة لترتيب المركز الأول والثاني في المجموعة. صلوا على الحبيب.